ومشاهدي الكرام، إذن إلى فقرة الرادار. وبين الذهبين الأسود والأصفر عاثوا بالعراق فسادا، وعندما يكون الذهب الأسود نقمة لا نعمة تتحول البلاد إلى ساحة للصراع الداخلي والخارجي، آبار سوداء تتحول لاقتصادية المستأثرين بالسلطة داخلا ومصدرا للاستثمارات والأطماع خارجا. مصفى بيجي وبطله وكيل وزارة النفط المعتقل عدنان الجميلي الذي كان مفتاح الصندوق الأسود لشبكة فساد عرت الكبير قبل الصغير، عرته فسادا وسقوط شعارات لطالما تغنت بالوطنية والمواطنة، وبدلا من ملء خزائن الدولة ذهبا ودولار امتلأت خزائن الفاسدين ذهبا ودولارا ودينارا. مجلس القضاء الأعلى أعلن اليوم عن استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، وذلك بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. وتم تسليم هذه الكميات المستردة من الذهب إلى البنك المركزي. في منزل النائبة هند العباسي عثر على 27 كيلوغراما من الذهب، أما النائبة عالية نصيف فتضاربت الأنباء عن ما تقتنيه من سبائك الذهب. فاسدون دفنوا ذهبهم ودفنوا معه كرامة المواطن العراقي والعراق الذي يعاني من ضائقة اقتصادية وعجز حكومي عن تأمين الرواتب. هذه قصة الذهب التي تحول إلى خزينة لأموال الفساد في العراق.